معانا بقى نعمل التومية. طبعا الشاورما من غير التومية ما تنفعش. هنجيب كوباية من المية عليها تلت كوب من النشا، بنقلبهم الاول على البارد وبعدين نطلعهم على النار، ونفضل نقلب فيهم ما بنسيبهمش تقليبه. نقعد نقلب فيهم لحد ما لونهم يفتح كده، بيبيضوا الاول وبعدين يفتحوا. لازم نحاول بقدر امكاننا ان احنا النشا تمتزج وريحة النشا تروح، لان ساعات النشا بيبقى ليها ريحتها بتفضل فيها. بنسيبها تبرد بقى، نيجي بقى نحط زيت وتوم، وبنحط خل، وبنحط كمان مايونيز او زبادي. طبعا هسيب لكم برضو المقادير بالظبط في الوصف. وبنحط لبن، ده طبعا اساسي، او ميه لو انتوا بتحبوا. متحبوش اللبن تقدروا تحطوا ميه، بس انا بصراحه بحب احط لبن. بحس ان اللبن بيزود النكهه بتاعتها، او بيغنيها اكتر، بتبقى غنيه كده. هنبدا نحط كل المكونات دي مع بعض ونضربهم بقى بالهاند بلندر بالخلاط براحتك. انا بحب الهاند بلندر عشان بحس ان هي بتخليها كريمي اكتر. يعني الخلاط ساعات برضو ما بيعرفش يقوم بيه قوي الا لما تقعدي تزودي ميه كتير، وممكن القوام الكريمي ده يضيع منك بسبب ان هي مش عارفه تتحرك في الخلاط يعني. في بقى دي العاديه، احنا هنعمل سبايسي. المفروض ان في السبايسي احنا بنجيب فلفل، اللي هي هريسة التوم يعني. بس انا ما عنديش، فانا هحط شطة وهحط عليها كاتشب عشان تبقى غنية باللون. وده كان كاتشب حار، فما تقلقوش برضه هتدوكوا نفس الطعم. سهلة وبسيطة وكريمية وتحفة يا جماعة، والله كل اللي دقها قال ان هي اصلا جاية من بره.